أما بالنسبة للجهاز التنفسي، طبعا أول جهاز يستقبل هذه المواد ويستنشقها الإنسان، طبعا تؤدي إلى تهيج في المجاري التنفسية، يحس الواحد بصعوبة في التنفس، يحس أن طعم المادة الكيماوية داخل في الحلق، فيصاب بضيق التنفس، لأن هذه المادة تضيق المجاري التنفسية، وهي مادة واحدة، مجموعة كبيرة من المواد تؤدي إلى تضيق في المجاري التنفسية، فيصاب الإنسان بضيق نفس، فطبعا الأكسجين يقل، فيصاب بالدوخة والغيبوبة ويسقط، بالإضافة إلى كونه مصيب بالرأس من سقوطه أيضا ينجرح. هذه المواد تزيد الإفرازات في الجهاز التنفسي، خصوصا الإفرازات المخاطية، تزيد في الأنف، الواحد يطلع مخاط كثير في الأنف، تزيد في الحلق، في القصبة الهوائية وفي الرئتين أيضا، ترتفع نسبة السوائل، فتؤدي إلى نفس النتيجة وهي حجب الأكسجين. من ضمن ما تسببه هو نزيف في المجرى التنفسي، أحيانا بعض الأشخاص اللي يصابون أو يستنشقون الغاز بكمية كبيرة ينزفون دم أسود عندما يكونون، وأحيانا يكون الدم يعني فريش أحمر